كنت بدور على مثبت كويس للكاميرا وفجأة وانا ببحث ظهر قدامي الفيديو ده. Come on, Lizzie, you can do this, girl. هتسألوني طب ايه علاقة الفرخة بالكاميرا؟ سؤال منطقي، ركز معايا. الفراخ ربنا خلقهم بخاصية اسمها الاستقرار البصري، اللي بتمكنهم من تحسين الرؤية وتقليل التحركات غير الضرورية. ولو مسكت فرخة وقعدت تتحرك فيها يمين وشمال او في اي اتجاه، هتلاحظ ان راسها ثابت ومستقيم ومش بيتحرك ابدا رغم تحرك جسمها، وده لان ربنا خلق رقبة الفرخة فيها 15 فقرة مع عضلات قوية، وده بيديها مرونة في تحريك راسها في جميع الاتجاهات. كمان عين الفرخة حجمها كبير ومجال رؤيتها بيوصل ل 300 درجة، وده بيساعدها على رصد الحركات والاشكال والالوان في محيطها. ده غير ان دماغها نفسه بيحتوي على منطقة اسمها الدهليز بتنظم الاستقرار والتوازن البصري عندها. طبعا الخواص دي الهمت شركات كبيرة في صناعة تقنيات متطورة في مجالات كتير زي السينما والهندسة وكمان الطب. وبس كده، انا محمد شرف. لو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تعمل لي فولو.